اللي هو اتسحولت سنين بجري ورا حاجات قعدت اتعلمها وبتاع وما اعرفش ايه عشان اوفر جمله من 12 حرف. هاي ممكن نتعرف. برين، ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بنكي، نحاول السيطرة على العالم. بابونج مش عارفه. بص هقول لك اسمه التاني كاموميل. بص انا عارف ان هو مش مشهور قوي، هو شبه اليانسون شويه، بس هو بيقول لك ان علميا اثبت ان اليانسون بيلعب في الهرمونات شويه، فانت عشان كده ايه خف ينسون يعني، فاهم؟ مره مرتين في الاسبوع ماكسيمم، لكن اكتر من كده غلط عليك يعني. فالبديل الصحي هو البابونج ده بقى. السلام والرحمه يا رب صبحنا وربحنا. زي ما شفتوا من العنوان، فوائد الوحده. انا شخص عانى من الوحده لفترات طويله، وده لاني شخص انطوائي، الاجتماعيات بتاعته سيئه، حاجات لا انكرها بصراحه يعني. فمن الاخر يعني اللي احنا بنتكلم عنه النهارده ده ملعبي. الانطوائيه بلسان سلس. بالمناسبه دي مشكله بتقابلني طول الوقت، ان انا دايما الناس بتشوفني قدام الكاميرا شخص بتكلم واخد راحتي وبتاع وما اعرفش ايه، تشوفني في الشارع تلاقوني كتمت كده، ما فيش حاجه، ما بعرفش اعمل فيحس اللي هو ايه يابا مالك، ما انت بتتكلم قدامك يا كاريزما، وانا ببقى مش عارف اقول ايه وتوتر وتريت بعرق بسرعه زي ما انا عرقان دلوقتي من الحر. بس احنا مش جايين نتكلم عن العيوب يعني، احنا جايين النهارده نتكلم عن المميزات بتاعه الوحده، وبعدين نتكلم على العيوب برضه، مفيش مشكله لان هي مهم انك تعرفها برضه. انا مش تاجر حضرتك، انا مش جاي هنا ابيع لك المنتج فاقول لك ده مميزاته كذا وكذا 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 واتكل على الله. المهم الفوائد. الاعتماد على النفس. الانطوائي بيكون عنده ميزة جميلة جدا، وهي ان عنده وقت فراغ اكبر من البشر الاجتماعيين، وده ببساطة لان هو اصلا ما بيقضيش المهام الاجتماعية المعتادة، ما بينزلش يخرج مع اصحابه كتير، ما بيقعدش مع الجيران يتكلم، ما بيقعدش يعمل الحاجات دي، فبيكون عنده وقت فراغ اكبر بكتير من اي شخص طبيعي. والوقت ده بالنسبة لي كان مفيد جدا، قعدت اتعلمت فيه مجالات كتير جدا ما كنتش متخيل ان انا هتعلمها في يوم من الايام. وليه برضو بتتعلمها؟ وده سبب من الاسباب، هو ان انا شخص انطوائي، فانا ما بعرفش اتكلم مع الناس قوي، فما بعرفش اطلب المساعده قوي، فلما بكون في احتياج لشيء ما بيبقى اسهل لي ان اتعلم الشيء ده من ان اطلب من حد ان هو يعمله لي. وده هيودينا للنقطه الثانيه، اللي هو ما بعرفش اتعامل مع البني ادمين بالطريقه التقليديه، اللي هو ما اعرفش اقول لحد اهلا انا فلان ازيك ايه الاخبار. مش هبالغ لو قلت لكم بس انا ما اتعرفتش على بني ادم في حياتي تقريبا. عرفت بني ادمين، مش قصدي كده، قصدي ما بادرتش بالتعرف على انسان. عمري ما كتبت هاي ممكن نتعرف على فيسبوك، فاهم قصدي؟ ممكن تشوف ان ده غرور، ممكن تشوفه خوف، ممكن الاقي الف سبب يعني. بس المهم مش هو العيب ده على قد ما هو الميزه دلوقتي، اللي هو انت ازاي تعاملت مع العيب ده. فتجربتي الخاصه انا لقيت الطريقه المثاليه ان انا اتعلم الاشياء اللي انا قلت لكم، نتعلم اشياء لجذب انتباه الاجتماعيين، وبنبقى اصحاب ومن خلالهم بنكون صداقات مع ناس جديده وما الى ذلك. حتى كنت كاتب لاين في تراك قبل كده، كنت بقول ما بعرفش اقول هاي ممكن نتعرف وده اسمي، كان اسهل ابقى مشهور واخلي كل الناس تعرفني. اللي هو اتسحولت سنين بجري ورا حاجات قعدت اتعلمها وبتاع وما اعرفش ايه عشان اوفر جمله من 12 حرف. هاي ممكن نتعرف بس عادي. هو ده الشخص الايه الانطوائي الذكي العبقري الجامد جدا، اللي هو تقريبا عبيط بس يعني مش موضوعنا يعني. ثالثا الوحيد بيعيش في الاوفر ثينكينج، ودي حاجه ايجابيه اكتر ما هي سلبيه، لان الحياه الاجتماعيه بتسحلك في حواراتها. يعني ببساطه انت دلوقتي عندك مشاكل وحوارات وناس دايره ومش عارف مين مات ومين عاش ومين اتخانق وقطع مع مين وليله وبتاع، لو انت سحولت دماغك في الحته دي هتروح. انما لو انت شخص انطوائي زي حالاتي انت هتتسحول برضه، بس مش في المشاكل الحقيقيه ولا الواقعيه. انت خيالك ده هيبدا يرسم لك بقى حواديت، وخد بالك لما العقل اللي هو مصدر الكرييشن بقى هو اللي يرسم بقى، فاهم؟ فبتطلع حاجات مختلفه تماما عن اللي بتشوفها في ارض الواقع، ومن هنا بيخرج الابداع. وعشان كده كتير جدا من الانطوائيين مبدعين. رابع شيء وهو برضه قريب شويه من النقطه دي، هو فكره ان الانطوائي محايد، مش منتمي لاي طرف. اولا لان هو لو في حوار ما بين اتنين هو مش هياخد طرف عشان هو صاحبه اكتر، لان في النهايه الناس دي مش صحابي قوي زي ما انت متخيل يعني، فاهم؟ اللي هو حلوين وبحبهم واخواتي وكل حاجه، بس يعني فاهم مش لدرجه ان انا اتنازل عن مبادئي عشانكم. كان في دايما اللي هو بيقول لك ليك عند صاحبك 3 حاجات منهم شهاده زور، فاهم؟ مستحيل بالنسبه لي، ايه الهبل ده؟ عمري ما هعمل ده. وبالمناسبه هو بيخش نفس الخناقات ونفس المشاكل اللي بيقعد فيها الاشخاص الاجتماعيين، ولكن الاجتماعيين بيبقوا طرفين، طرف على اليمين وطرف على الشمال، الاثنين بيتبارزوا مع بعض كلاميا، بيحاولوا يثبتوا وجهات نظرهم، وغالبا ما بيحاولوش يسمعوا الطرف الثاني بيقول ايه. لا هو جاي النهارده يثبت ان هو صح، حتى لو اللي قصاده صح وهو عارف ان اللي قصاده صح، بس لا انا جاي اثبت ان انا صح. الانطوائي بقى بيكون قاعد زي ما انا قاعد كده في النص، سامع ده وسامع ده، بيقيم
بيقيم الكلام هنا وبيقيم الكلام هنا. فبيبدا ان هو يعني دايما بيقول لك اللي في النص ده بيهدي، بس لا، يعني لما بيكون انطوائي غالبا هو بيهدي، وهو لسوع للاثنين، لان هو انت غلطت في دي وانت غلطت في دي وانت غلطت في دي وانت غلطت في دي. الاجتماعيين بيبقوا قاعدين مش فاهمين يعني هو انت جاي تعمل ايه؟ يعني انت بشوفوك جاي تحل، ولا انت جاي انت بتغلطني وبتغلطه، انت عايز ايه؟ خامس شيء وقلت عليه من شويه برضو، ان الانطوائي او الشخص الوحيد هو ممثل رائع، كاتب خطير، مخرج خرافي، فنان من الاخر. وده ليه؟ لان هو بيراقب البشر كتير قوي. يعني هو مش دايما مركز في حياته قوي على قد ما هو مركز ان هو يشوف ردود فعل البشر عامله ازاي. ولما بيحاول يجسد الاجتماعيين هو بيجسدهم بكل تفاصيلهم، لان هو راقبها لفتره طويله. على عكس الاجتماعيين، يعني مثلا الممثلين الاجتماعيين هتلاقيهم اغلبهم هم اصلا شخصيات جذابه من بره، فهو ما فيش سبب يخليه يكريت شخصيه جديده عشان يعيش جواها وبتاع. هو ليه يعمل كل ده؟ هو اصلا لو حط شخصيته جوه الفيلم الناس هتشتري. عشان كده في نوعين من التمثيل، نوع مبني على فكره ان انت تخلق شخصيه جديده وتفاصيل جديده كل مره وتبدا انك تعيش جواها، وده اغلب اللي بيعملوه بيبقوا انطوائيين يعني. لكن الاجتماعيين هو الموضوع ابسط، هو عنده شخصيه جذابه، تعالى نعمل فيلم على الشخصيه او فاهم، نحط الشخصيه دي جوه الحدث، فعلى اساسها يتفاعل بقى، اللي هو كده هو احمد عز، كده هو كريم عبد العزيز، وكده بنحبهم. فدلوقتي هو حصل له موقف صعب فهو هيعيط. هو مش هيعيط وهو جوه شخصيه جديده، لان هو مش احمد زكي، هو مش محمد ممدوح، هو احمد عز، فهو هيعيط من شخصيه احمد عز، هو هيتعصب من شخصيه احمد عز. والناس هتحب ده اكتر ما هتحب الشخص اللي كاري شخصيه جديده، او اللي هو جماهيريا يعني هيبقى اكبر بكتير. ولكن رغم ان هو جماهيريا اكبر بكتير، الا ان فنيا التاني اقوى بكتير. يعني حتى الناس اللي شغاله في المجال مدركه تماما باعترافهم كلهم ان الشخص اللي بيكاري الشخصيه من الصفر ده هو الاقوى. عشان كده لحد النهارده بيتقال ان اقوى ممثل في تاريخ مصر احمد زكي، رغم ان عادل امام حقق جماهيريا اضعاف. فاهم قصدي؟ بس عادل امام 80% من افلامه كان عادل امام اللي بيمثل. هو جرب يمثل بشخصيات مختلفه وعملها اكتر من مره وعملها كويس، بس في النهايه هو كان عنده الشخصيه الجذابه، فليه ما نستغلهاش؟ ليه ما نعملش فيلم عادل امام فيه؟ مش عادل امام بيمثل فيه، لا هو عادل امام شخصيا جوه الفيلم، وتعالى نشوف بيعمل ايه في حياته. المهم كل دي مميزات وحاجات حلوه ممكن نعمل بيها جمعيه وندعم فيها المتوحدين ندعم فيها الناس الانطوائيه يعني. بس ده هيودينا للعيوب عشان ناخد فلوس الجمعيه دي ونصرفها على العلاج. اكبر عيب في الوحده هو العنوان. الوحده الوقت اللي بتكون فيه ضعيف محتاج لحد جنبك. فقره الابداع كانت رائعه، ان انت تكريت حاجه في وقت الفراغ ده وفي وقت الوحده ده، حاجه جميله جدا. بس هو في الحقيقه انت مش عارف تعمل ده او تديه لمين. يعني اللي هو يعني مثلا كنت بقول لكم قبل كده ان انا قعدت في فترات الوحده دي طلعت نظريات فلسفيه حلوه قوي، تعالى بقى نستفيد منها، نحاول نوريها للناس. نوريها لمين؟ انا قاعد لوحدي. فلحظه الابداع دي بتكون عامله زي قطعه من الحلوى مغلفه بكيس سخيف ما بيتفتحش سنان كده، تقعد تقطع فيه كده عشان ينفتح، عشان تقدر تشوفها بس او توريها للناس. فاهمني؟ من الاسباب الاخرى فكره ان انت لو شخص وحيد انت بتشتغل عشان تثبت انك جامد، فقشطه يعني. فاهم؟ انا بحاول اثبت ان انا انا جامد وبعرف اعمل ده وبعرف اعمل ده، ولكن مع الوقت ايمانك بنفسك ممكن يقل لو حسيت ان ردود الفعل بتقول عكس كده. فاهمني؟ على عكس مثلا الشخص الاجتماعي، هو الشخص الاجتماعي اصلا بيتسحول وبيبقى عنده اسباب تانية. يعني هو ممكن يتسحول عشان بني ادم تاني خالص، يعني اللي هو انا بعمل ده عشان اهلي، عشان فلان، عشان اساعد فلان، عشان اعمل معرفش ايه. فهو الهدف الرئيسي بتاعه مش نفسه، على عكس الانطوائي اللي غالبا بيكون الهدف الاساسي نفسه. يعني ده يوديك برضو لحاجه تانية سلبيه شويه، ان الانطوائي غالبا بيكون عنده سيكه يعني سيكه كده ايه بقى، جنون عظمه، فاهم؟ على شويه غرور سيكه كده، فاهم؟ على شويه حب الذات. وهي منطقيه جدا بصراحه. انا ما اعرفش حد في حياتي قدي. البيست فريند بتاعي كان لفتره طويله كان انا، فاهم؟ فلما تيجي تقول لي هو انت ليه ما ركزش معانا او ليه ما بتعملش كده معانا، فما انا عملت كده مع نفسي. فاهم؟ انا الاولى شويه، يعني حاسس انه طبيعي يعني. اتعالجت شويه نوعا ما من الموضوع، ما تقلقوش يعني، مش هقتلكم لما اشوفكم في الشارع. من النقط برضو اللي ادركتها في سوق العمل هي ان انا كنت مقتنع ان انا جامد جدا 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 في حاجات، وادركت انه لا عادي. يعني لو بني ادم عايش وسط الناس فانت عارف مين سبقك ومين بعدك، شايف المشهد السين كله عامل ازاي. لكن لو انت لوحدك انت بتبقى طالع من الاوضه وانت متخيل ان انت خارق
بعدين بتكتشف ان هو لا عادي، ده جابوها من بدري بس انا ما كنتش موجود، بس لما وصلوا لها زي ما قلت لكم كده تكتشف نظريه فلسفيه فاكتشف انهم لقوها من 500 سنه فاتت، اللي هو ما حدش قال لي والله. حاجه سلبيه بقى في نقطه الايه، قلت لكم ان الوحيد محايد، ليها جانب سلبي اللي هو ان انا قاعد بطرقع للطرفين فالطرفين بيشيلوا مني، وما بالك لو قعدت مع كل واحد لوحده بقى فاهم، فبقى قاعد مع ده فاقول له لا انت غلطان في كذا وكذا وكذا، يروح ردد عليا هو انت معاه ولا معاه، اروح اقعد مع التاني يعمل لي نفس الرياكشن، فهم الاثنين يتصالحوا في الاخر وانا اللي اطلع مش سالك في القصه. زمان كان اللي مش سالك هو اللي بيقعد مع ده يطبل له ويقول له ده التاني ابن 60 في 70، ويروح يقعد مع التاني يقول له ده التاني اللي هو اللي ابن 60 في 70. ده كان اللي مش سالك زمان، بس النهارده انا عادي، انا ممكن اقعد مع ده اقول له انت غلطان في كذا وكذا، واقعد مع ده اقول له انت غلطان في كذا وكذا، فاطلع انا اللي مش سالك في الاخر، مع ان الموضوع بسيط يا جماعه. يعني انا بره الخناقه فانا شايف الصوره كامله، قادر احكم على كل شيء بتفاصيله، فنحاول نستفيد من وجهه نظره اكتر من كده يا ريت. واخيرا وليس اخيرا، الوحدة والخيال. احنا قلنا بقى ان هو فنان ومبدع والكلام الجميل ده، هي المشكلة بس ان هو احيانا تسرح منه فبيشوف حاجات مش موجودة. يعني ورا الكاميرا هتلاقوا هنا صديقي دبشة، هو انا قابلته في شارع من احد الشوارع، لقيته قاعد على الرصيف تحت، كان دبشه صغيره كده، بجد شاركني في كل اللحظات المهمه في حياتي، بجد هو شخص جميل جدا. ويعني لما امي رميته في الشارع انا اتضايقت جدا، بس يعني هو رجع، هو رجع لسه واقف ورا الكاميرا دلوقتي، بس هو يعني محدش بيشوفه غيري فمش فاهم ليه، بس يعني انا عيطت بجد ولا ايه يا نهار اسود. بس الاكتئاب احيانا بيوديك للفصام، حاول ما تروحش هناك، الموضوع مش حلو خالص، انا مجربتوش بصراحه، بس يعني كنت فاهم، كنت على تكه كده كنت هوصل له. حتى الحلقه دي كاتبها من سنتين، فاللي هو انا النهارده الحمد لله اجتماعيا بقيت مقبول شويه، فما تخافش مني، تخافش مني. ايه يعني كنت على مشارف الانتحار، يعني مش حوار، يعني عادي، انا بني ادم طبيعي على فكره. بس فزي ما قلت لكم الحلقه دي انا كاتبها من سنتين نوعا ما، فساعتها كنت في منطقه سيئه جدا مع الوحده، وكنت شايف ان ليها ايجابيات بحاول اقنع نفسي بيها بصراحه، يعني عشان اكون مش كداب عليكم يعني. بس انا فعلا استفدت من الوحده، اتعلمت حاجات كتير، سبقت ناس في عمري في وقتها، لان انا كنت عندي مشاكل في الدراسه، بس في نفس الوقت كنت بتعلم مجالات كتير جدا اتعلمتها بسرعه جدا، وده بسبب ان انا كنت قاعد لوحدي لفترات طويله. فانت تقدر تستفيد من الوحده لو انت جواها، بس ما تروحلهاش، يعني ما تبقاش عبيط وتروح لها، لان برضو الاجتماعيه مريحه نفسيا اكتر بكتير جدا، يعني في النهايه ان انت تكون مع حد حاجه حلوه جدا. وده هيودينا لحكمه اليوم: تكسب رغيف لوحدك ولا تكسب دستة مع صديق يشاركك، وسطيهم محفور لي ذكرى، مرسوم لي بسمة، ولو قفلت يا سيدي سواد خلي نص الليل لنفسك. او دي حاجة اللي انا بعملها دلوقتي، ان انا بكتب في ساعات معينة في اليوم، وده افضل توظيف للانطوائية، يعني عشان كده كده مش هتسيبها، هي مش دور برد بتتخلص منه، هو انت بتحجمها بس كده، مش بتروح. لو انت اتولدت انطوائي فانت خلاص يعني انت لابس للابد. بس التوقيع العبد لله، لو قلت لك حاجة تفيدك يبقى الثواب ليا، ولو قلت حاجة ما عجبتكش سامحني ويبقى الثواب ليك. في الاخر جمعية ودايرة والكل مستفيد. يلا سلام.